السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة جدول اليوم، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل كل ما هو جديد. موعد وتوقيت جميع مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقدة والمعلقين. مباريات يوم الثلاثاء 17 من شتنبر 2024. يوفنتوس في مواجهة ايندوفن على الساعة 8:15 بتوقيت مصر والسعودية، 6:15 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. القناة الناقدة للمباراة بإن سبورت HD1. معلق المباراة حفيظ الدراجي. يونغ بويز في مواجهة أستون فيلا على الساعة 8:15 بتوقيت مصر والسعودية، 6:15 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. القناة الناقدة للمباراة بإن سبورت HD2. معلق المباراة محمد بركة. ميلان في مواجهة ليفربول على الساعة 10 بتوقيت مصر والسعودية، 8 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. القناة الناقدة للمباراة بإن سبورت HD1. معلق المباراة علي سعيد الكعب. بايرن ميونخ في مواجهة دينامو زاغرب على الساعة 10 بتوقيت مصر والسعودية، 8 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. القناة الناقدة للمباراة بإن سبورت HD3. معلق المباراة عصام الشوالي. ريال مدريد في مواجهة ستوتغارت على الساعة 10 بتوقيت مصر والسعودية، 8 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. القناة الناقدة للمباراة بإن سبورت HD2. معلق المباراة حسن العيدروس. سبورتينغ لشبونة في مواجهة ليل على الساعة 10 بتوقيت مصر والسعودية، 8 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. القناة الناقدة للمباراة بإن سبورت HD4. معلق المباراة علي محمد علي. مباريات يوم الأربعاء 18 من شتنبر 2024. سبارتا براغا في مواجهة سالزبورغ على الساعة 8:15 بتوقيت مصر والسعودية، 6:15 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. القناة الناقدة للمباراة بإن سبورت HD2. معلق المباراة جواد باد. بولونيا في مواجهة شاختار دونيتسك على الساعة 8:15 بتوقيت مصر والسعودية، 6:15 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. القناة الناقدة للمباراة بإن سبورت HD1. معلق المباراة محمد بركة. مانشستر سيتي في مواجهة انتر ميلان على الساعة 10 بتوقيت مصر والسعودية، 8 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. القناة الناقدة للمباراة بإن سبورت HD1. معلق المباراة عصام الشوالي. كلوب بروج في مواجهة بوروسيا دورتموند على الساعة 10 بتوقيت مصر والسعودية، 8 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. القناة الناقدة للمباراة بإن سبورت HD3. معلق المباراة علي محمد علي. باريس سان جيرمان في مواجهة جيرونا على الساعة 10 بتوقيت مصر والسعودية، 8 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. القناة الناقدة للمباراة بإن سبورت HD2. معلق المباراة حفيظ الدراجي. سيلتيك في مواجهة سلوفان براتيسلافا على الساعة 10 بتوقيت مصر والسعودية، 8 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. القناة الناقدة للمباراة بإن سبورت HD4. معلق المباراة نوفل باشي. مباريات يوم الخميس 19 من شتنبر 2024. فاينورد في مواجهة بايرن ليفركوزن على الساعة 8:15 بتوقيت مصر والسعودية، 6:15 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. القناة الناقدة للمباراة بإن سبورت HD1. معلق المباراة حسن العيدروس. النجم الأحمر في مواجهة بنفيكا على الساعة 8:15 بتوقيت مصر والسعودية، 6:15 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. القناة الناقدة للمباراة بإن سبورت HD2. معلق المباراة علي محمد علي. أتلانتا في مواجهة أرسنال على الساعة 10 بتوقيت مصر والسعودية، 8 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. القناة الناقدة للمباراة بإن سبورت HD2. معلق المباراة علي سعيد الكعبي. أتلتيكو مدريد في مواجهة لايبزيغ على الساعة 10 بتوقيت مصر والسعودية، 8 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. القناة الناقدة للمباراة
المباراة بين سبورت اتش دي 3. معلق المباراة أحمد البلوشي. برشلونة في مواجهة موناكو على الساعة 10 بتوقيت مصر والسعودية، 8 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. القناة الناقلة للمباراة بين سبورت اتش دي 1. معلق المباراة خليل البلوشي. بريست في مواجهة ستورم جرانز على الساعة 10 بتوقيت مصر والسعودية، 8 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. القناة الناقلة للمباراة بين سبورت اتش دي 4. معلق المباراة محمد المبروكي. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. شكرا لك على المشاهدة وإلى اللقاء.